رابطين به مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الباب سنتحدث عن أحكام الجنائز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. قال الإمام البخاري: تابعه عثمان المؤذن وقال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث المشاهدين الكرام هو في كتاب الإيمان، ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين أن من أعمال الإيمان اتباع الجنائز، أو أن اتباع الجنائز هي إحدى أعمال الإيمان. هذا هو سبب الرابط بين كتاب الإيمان وبين باب اتباع الجنائز من الإيمان. والحقيقة كل الأعمال الصالحة لا يمكن يتم فعلها إلا إذا كان الإيمان راسخ في القلب. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. وقد عد هذه شعب الإيمان لأكثر من 70 شعبة الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان. ويبدو لي والله أعلم كما ذكر ذلك بعض المحققين أن الأعمال الصالحة لا حصر لها، ولكن هذه ربما هي تكون القواعد الأساسية لانطلاق العمل الصالح. ولذلك كل عمل صالح اختلط بنية طيبة يكون من أعمال الإيمان، من أعمال الإيمان. وإذا كنا نقول أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يكون صلاة الجنازة هي إحدى الأعمال التي تعتبر من الجوارح والأركان. وهنا يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يفرغ حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، كل قراط مثل أحد. وهذا يدل على عظم هذا العمل المبارك الذي لا ينطلق الإنسان إليه أصلا إلا من خلال الإيمان. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها واتباع الجنائز. فالمسلم إذا مات وجب على إخوانه أن يتبعون جنازته فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه. هذا واجب من الواجبات على المسلمين أن يتركوا جميع أعمالهم وجميع أمورهم وخصائصهم ويتفرغوا لعلاج هذه المصيبة الكبيرة، وهي مصيبة الموت. إذا جاء الموت
فإنه يجب. وبلا شك أن اتباع الجنائز هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت في أقاربه، كما ستبتلى هذه الأمة بالموت أيضا في أقاربها. وقد مات على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله والذي هو القاسم، وإبراهيم، وكذلك رقية وأم كلثوم وزينب. كل هؤلاء أبنائه صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته. وتوفيت فاطمة بعده ب6 أشهر صلى الله عليه وسلم. كذلك توفي من أقاربه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. وكذلك أيضا استشهد في حياته جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. والعديد من الأقارب ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتهم، فأمر بغسلهم ودفنهم وصلى عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في معظمهم. وأما الشهداء فلهم أحكام خاصة بهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بفقد العزيز، وبكى عليه الصلاة والسلام بفقدان ابنه إبراهيم ودمعت عيناه، فقال صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة المعروفة التي يكررها المسلمون دوما وأبدا، قوله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، فدمعت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في إبراهيم لو عاش لكان حيا، لو عاش لكان صديقا نبيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اقتضت حكمة الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سيرته العطرة في الجنائز صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنازة في بداية حياته أو في بداية الدولة الإسلامية. كان يسأل هل على صاحبكم دين؟ فيقولون نعم، فيقول إذن صلوا على صاحبكم. فلم يكن يصلي على شخص عليه دين لعظم الدين في رقبة المسلم. فلما فتح الله عليه فقال ديون أمتي علي، فكان يسدد هذه الديون، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وذات مرة جاء ليصلي على رجل فقال هل عليه دين؟ فقال نعم، فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار علي الدين يا رسول الله، قيراط أو قيراطين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن، فقام وصلى على الرجل. وبعد فترة التقى بالأنصاري قال هل سددت عنه؟ قال لا. ثم لقيه بعد فترة قال هل سددت عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت جلدته، والدين خطير جدا. وسمع أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لميت من المسلمين بدعاء طيب مبارك، حتى تمنى بعض الصحابة أن يكون هذا الدعاء لهم. وهو معروف الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو للميت. كذلك سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، فسأل عنها فقالوا توفيت بالأمس ودفناها ليلا. فقال عليه الصلاة والسلام هل آذنتموني؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. يا سلام، هنيئا لهذه المرأة التي كانت تقوم المسجد وتنظفه
تقوم المسجد يعني تنظفه وترتبه رضي الله عنه وأرضاها. لم يكن عندها راتب من وزارة الشؤون الإسلامية، ولم يكن عندها أيضا شرهات، ولم يكن عندها شيء، وإنما كانت تحتسب ذلك عند الله عز وجل. فسخر الله لها نبيا صديقا عظيما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، أن يذهب إلى قبرها صلى الله عليه وسلم ويصلي عليها ويدعو الله لها. بخ أي فضل وأي أجر وأي مكانة هذه، أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر هذه المرأة، في حين هناك صحابة أيضا قد توفوا وماتوا ودفنوا ولم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبورهم يصلي عليهم. كان هذا يبين لك مكانة المساجد ومكانة يعني تنظيفها وترتيبها. وأنا أذكر أن عندنا في مسجد حينا رجل كان دكتور بيطري، فكان ينظف المسجد ويرتبه ويضبطه، وهو مكانة يعني ما له من مكانة وقدر، هو الدكتور بيطري، ولكنه كان ينظف الحمامات عزكم الله وينظف. فتوفي، ولما توفي ذهبنا إلى جنازته وصلينا عليها، ثم ذهبنا إلى الجنازة ودفناه. وسبحان الله تذكرت هذا الحديث العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد صلى على هذه المرأة العظيمة. إذن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أيضا أنه صلى عليه الصلاة والسلام على الغائب وهو النجاشي، أصحم النجاشي، لما توفي أخبره الله عز وجل بوفاته، فجمع الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، فأصبح هذا الحديث هو أصل في صلاة الغائب على القادة والملوك والعلماء، على خلاف بينهم في من صلي عليه في من لم يصل عليه. والذي يترجح العلم عند الله أن مكانته عالية، وهو قائد من قيادات المسلمين، سواء كان عالما أو حاكما يجوز الصلاة عليه صلاة الغائب، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وتقبل منه. إذن هذه هي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر أهله في الصلاة، فلما توفي لزينب رضي الله عنها وأرضاها طفل، أمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شدت عليه في الحضور، فذهب فإذا الصبي يتقعقع ثم فاضت روحه، فقال النبي عليه السلام قبل أن يأتي: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أصيب بمصيبة الموت، أن يصبر ويحتسب. قال صلى الله عليه وآله وسلم في من إذا أصيب بمصيبة، لما مر على إحدى الأخوات وهي واقفة على القبر، إحدى الصحابيات، فقال لها: اصبري واحتسبي، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعند أيضا لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ ثم ذكرت الحديث وذكرت الدعاء، فأكرمها الله بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي سلمة وأهله وقبيلته وجميع الناس. هذه هي سيرة مختصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجنائز. قال هنا عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم، أي مسلم، فكلمة مسلم هي كلمة عامة، سواء كان صالحا أو كان غير صالح،
سواء كان معروف بالطاعة والاستقامة والخير، أو كان معروف بالإجرام والظلم، فما دام هو مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو داخل في هذا الحديث، فيجب على الأمة الإسلامية أن تصلي عليه. بلا شك أن المسلمون يتفاوتون في صلاحهم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر وغيرها، ومنهم مقتصد يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن الكبائر ويقع في اللمم وليس عنده من الأعمال الصالحة الكبرى، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا هو السباق إلى الخير، وهو بعون من الله عز وجل وتوفيق منه. هكذا الناس يتفاوتون في أعمالهم. اختصرت لنا هذه الآية الكريمة مراتب الناس: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمسلم مهما كان مجرما، آكلا للربا، شاربا للخمر، مرتكبا للذنوب والمعاصي من الزنا وغيرها، إذا مات يجب على المسلمين أن يستغفروا له، أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويستغفرون له. هذا واجب، وهذه من رحمة الله عز وجل بالمسلمين. هذا يبين لك مكانة لا إله إلا الله، مكانة هذه الكلمة، مكانة الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا يبين لك يعني سبحان الله عظم هذه الكلمة وعظم قدرها في الحال. فربما في الحي كما قلت لكم يوجد في حي ويقال إن هذا الرجل ظالم آكل أموال الناس مجرم ما رأينا منه خيرا قط. نعم تجب عليه والعياذ بالله، هذه الشهادة السيئة تجب عليه، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب عليكم أن تصلوا عليه، بل يجب أنكم تصلوا عليه. وأذكر كان قديما ونحن طلاب في الجامعة الإسلامية أن عندنا يعني موريتانيين يقولون أن إماما من الأئمة عندهم جيء له برجل معروف بالسكر وبالعربدة وكذا، فقام يصلي عليه فقال: اللهم إن هذا عبدك هميمه، إن كان صالحا فإنها لغريبة، وإن كان ظالما فهذا المظنون فيه، اللهم فنزل من حميم وتصلية جحيم. هكذا يروى عن هذا الرجل، وهذا طبعا لا يجوز، هذه مبالغة والعياذ بالله، بل يجب على المسلم أن يرحم أخاه المسلم، خاصة في مسألة الموت، حتى لو كان رأسا في البدعة، كما مات قريبا بعض العلماء وكانوا رأس في البدعة وكانوا رأس في الفتنة، فرقوا الأمة، أدخلوا الخنجر في خاصرتها، الله المستعان. ولكن نحن كمسلمين يجب علينا أن نترحم عليهم ونقول رحمه الله، مات الشيخ الفلاني رأس في البدعة، ونقول رحمه الله، والله المستعان، وعليه التكلان، وعنده تجتمع الخصوم. قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، هذا هو الذي يجعلك أنك تصلي على هذا الظالم المجرم. لماذا؟ لأنه مسلم. إنما المؤمنون إخوة، أن كلمة لا إله إلا الله تلزمك. بل إن النبي عليه السلام غضب على أسامة وغضب على خالد بن الوليد لما قتلوا أولئك الذين قالوا صبأنا أو قالوا لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله محترمة ومقدرة عظيمة عند الله عز وجل، حتى لو كان هذا الرجل مجرم معروف بإجرامه فيجب عليك أن تترحم عليه. هذا معناته إيمانا واحتسابا. قال: وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. هذا تحديد للأجر. أحيانا في هذه الشريعة المباركة يحدد لك النبي صلى الله عليه وسلم الأجر وقيمته ويبين لك، وأحيانا يأتي عام لا يبين لك عظم الأجر، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هكذا أطلق في الصلح ذات البين أن الأجر عظيم. إذا قال العظيم عظيما فلا شك أن الأجر عظيم، نسأل الله تعالى من فضله. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحصل المصلي
على الجنازة حتى يدفنها قيراطان، يحصل على قيراطين. فالقيراطان الواحد منهما حجمه كجبل أحد. أحد هو جبل في المدينة المنورة، وهو جبل من جبال الجنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجبل سينتقل إلى الجنة كما هو في إحدى التفاسير. مساحة هذا الجبل 7 كيلو في كيلو ونصف، وارتفاعه حوالي 1500 قدم، فهو مرتفع جدا، وفي نفس الوقت جبل من جبال الجنة، وجبل يحب المسلمين ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسول الله أحب أتبعه أيضا. فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فاهتز فرحا برسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان الذين قد صعدوا هم الأربعة معروفين: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. الله أكبر. هذا الجبل العظيم، بهذه الضخامة هو يعتبر أجر لمن صلى، يعني هو يعتبر ميزان لأجر من صلى الجنازة. ولذلك بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث قالوا: إذن قد فرطنا في قراريط كثيرة. لذلك احرص أن تصلي دائما في المسجد الذي يصلي فيه الجنازة، وإذا دعيت إلى جنازة فلا تفوت على نفسك، فإنك تجمع قبل أن تموت قراريط كثيرة تجدها عند الله عز وجل تثقل ميزانك، وربما تنجو بسببها. القيراط الواحد هذا حجمه حجم جبل أحد. ادخلوا في الإنترنت شوفوا جبل أحد، هو سلسلة جبلية 7 كيلو في عرض كيلو ونصف، في ارتفاع حوالي 1500 قدم تقريبا إن لم تخني الذاكرة. جبل عظيم إذا رأيته تحبه، ونعم إذا رأيت هذا الجبل أنت تحبه. لماذا؟ وهذا الجبل شهد معركة أحد، رأى معركة أحد، ولو كان ينطق ويتكلم لقص لنا قصة معركة أحد كاملة، حيث احتمى النبي صلى الله عليه وسلم به. إذن جبل نحبنا ونحبه، إنه جبل أحد. ألا سلام إلى جبل أحد، ألا سلام على جبل أحد، ألا سلام على جبل أحد. إذن هذا هو الأجر الذي حدده الله عز وجل لمن صلى الجنازة ودفنها، فإنه يحصل قيراطين من هذا الأجر العظيم. القيراط الواحد حجمه كحجم جبل أحد يوم القيامة. نسأل الله تعالى بفضل وكرمه. ومن صلى عليها فقط فله قيراط. والحمد لله أن هذه رحمة من الله عز وجل، أن لم يجعل اكتمال الأجر باكتمال الدفن. أن الناس يعني قد ينشغلوا عن الذهاب إلى المقبرة والوقوف على صاحبهم حتى يدفن، قد ينشغلوا، لكن الصلاة أنت حاضر ستأتي وتصلي إحدى الفرائض، فبالتالي تصلي على الفريضة ثم تصلي مباشرة على الجنازة. وفي بعض الدول الإسلامية يعني مباشرة يسارعون في أداء الصلاة على الجنازة، وهذه هي السنة. وبعض المذاهب ينتظرون حتى يصلون، حتى يذكرون الله عز وجل الأذكار المشروعة بعد الصلوات، ثم بعد ذلك ربما صلوا أيضا السنة، ثم يسارعون بعد ذلك إلى الجنازة. على كل حال لعل في كل المذاهب الخير، ولكن الحرص على أداء السنة النبوية هو الواجب، والله تعالى أعلم. هذا هو حديثنا اليوم، حديث اتباع الجنائز من الإيمان. احرصوا جزاكم الله خيرا على هذه الجنائز، وصلوا على موتاكم وعلى أقاربكم، وتراحموا وعزوا بعضكم بعضا، واذكروا أمواتكم بخير ولا تذكرونهم بشر. وإذا كان من مات ظالما مجرما فترحموا عليه، عسى الله عز وجل أن يغفر له، فإنكم لا تسعدون بهلاك المسلم وذهابه إلى جهنم، اللهم إلا الظالم الذي عليه في ذمته حقوق، فإن هذا نرجو من الله أن يأخذ منه حق المسلم. وإذا كان هذا الرجل
الذي توفي أو هذه المرأة التي توفيت وعليها الذمم وكانت صالحة فإن الله سيؤدي عنها يوم القيامة. أما إذا كانت مهملة مفرطة أو كان مهملا مفرطا فيا ويل من تحمل مظالم المسلمين في رقبته، فإن الله عز وجل سيؤدي منه الحق شاء أم أبى. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يغفر لنا ولكم، أن يجمعنا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا